بعد الوكسه بتاعت ماتش بيراميدز والخساره بثلاثه صايمه بدون اي حاجه، تمام. طلعت بعد الماتش في فيديو قصير كده ويعني دوست على اللعيبه، تمام. انا يا جماعه وجهه نظري، عشان بس في ناس كتيره يعني معترض على وجهه نظري، قلت او يعني ركنت ترب على جنب، تمام كده، وخاطبت اللعيبه. انا ليه خاطبت اللعيبه؟ ترب كده كده مرميه طوبته من بدري قوي، يعني خلاص فاقدين فيه الامل من بدري جدا، من بقالنا حوالي شهرين ثلاثه اربعه، تمام. فكان الغرض هنا ان انا اوضح رساله ان اللعيبه نفسها ميته، لعيبه ما جاتش خالص، تمام. اللعيبه دي يا جماعه مش لعيبه هواه، انا مش رايح جايب من مركز شباب الحبانيه شباب كانوا بيلعبوا فخدتهم معايا حجز ساعه مع اصحابي، لا خالص يا جماعه. دي لعيبه المفروض لعيبه كره قدم، لعيبه محترفين من وهم عيال صغيره وهم بيتمرنوا، بيعرفوا يعني ايه لمسه ولعبه، يعني ايه افتح لعب لزميلي، يعني ايه العب في المساحه، تاكتكس. كلهم حياتهم كلها المفروض ان هي عباره عن كده. فبالتالي انت حتى لو ما معكش مدير فني اصلا، تمام، انت لو بتلعب لوحدك بدون مدير فني، انت مطالب كلعيب في المرحله دي من عمرك وفي المرحله ديت وبتلعب في النادي الاهلي انك تديني اداء احسن من اللي انا شفته، اشوف على الاقل نخوه وغيره على التيشيرت. لكن انت طالع متضايق ان انت بتتشتم باهلك. معلش انا اسف، هو انت الجمهور اللي موجود في الاستاد دوت يعني هو المفروض يعمل لك ايه؟ مش فاهم انت كنت مستني منه ايه؟ طيب يعني مستني منه ايه؟ يقول لك رجاله رجاله رجاله؟ لا طبعا، لا طبعا، لان هو مش شايفك راجل، تمام. تاني حاجه برضو، سيف زاهر طلع امبارح على قناه اون تايم سبورتس، طالع بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول ان في مجموعه من لعيبه النادي الاهلي تواصلوا معاه شخصيا ووضحوا له ان ليه يا جماعه انتوا بتيجوا علينا؟ ليه بتخبطوا فينا يا جماعه؟ ما تشوفوا يسترب يا جماعه، ما تشوفوا التحكيم. ايه يا معلم مالك؟ احنا جايين عليك وبنزوم عليك علشان انت واحد ما بتراعيش ربنا في اكل عيشك، واحد منعدم الضمير. وده مش دخول في الذمم، لا لا لا، دي حاجه واضحه للعمه، ماشي. فبالتالي ما تجيش تقول لي يا اصل اللعيبه والمدير الفني. معلش انا اسف، احنا اتكلمنا خلاص من بدري قوي، وشادي حبشي قال كلمه كيفتني قوي قوي قوي، ان الموضوع بايظ من اول مجلس الاداره لحد اخر لعيب. بجد والله محمد عبد الله اصلا ايه اللي يخليك تمشيه من النادي الاهلي؟ ها، تخلي محمد عبد الله يمشي من النادي الاهلي وانت دلوقتي مش لاقي اصلا بديل لزيزو قدام بيراميدز؟ زيزو مين اللي يلعب 90 دقيقه قدام بيراميدز يا معلم؟ صباح الفل.